بستغرب ازاي بقالنا اكتر من 5 سنين مع بعض ولا مره نزلت لكم طريقه صينيه السمك دي، واللي حرفيا خلت اللي حتى مش بيحبوا السمك يعشقوه بالطريقه دي. عندي هنا سمكتين سباس وزنهم كيلو، يعني الواحده تقريبا وزنها 500 جرام، متنضفين ومفتوحين فتحه سنجاري. وطبعا تقدروا تستخدموا سمك بوري او بلطي. عندي معلقه كبيره من الكمون، معلقتين كبار من الكزبره الجافه، ومعلقتين من الملح، معلقه من الشطه، ومعلقه من الكركم. هخلطهم مع بعض كويس، ودي كده التوابل اللي انا هحتاجها في وصفه النهارده. انا هعمل للسمك ده حاجتين، تتبيله وحشوه. للتتبيله هاخد نص كميه التوابل اللي انا قلبتها دي، وهعصر عليها ليمون. هتحتاجوا 3 4 ليمونات كده من الليمون البلدي، او ليمونه كبيره من اللي هو الليمون القضاليا. وعندي راس توم مفرومه، هاخد نصها للتتبيله والنص التاني اسيبه للحشوه. عندي كمان معلقه صغيره مش مليانه قوي من معجون الفلفل الاحمر اللي هو هريسه الشطه. ودي كده هتكون التتبيله اللي انا هتبل بيها السمك. هتبله من بره ومن جوه، واتاكد ان كل حته وصل لها التتبيله. تتبيله السمك يا جماعه مش بيتحط لها اي زيت علشان تمسك كويس في السمك. لو حطينا زيت لتتبيله السمك ما بيتشربهاش كويس. بعد بقى ما نتبله كده كويس بدخله التلاجة لغايه ما احضر الحشوه. لحشوه السمك بقى احتاج فلفل احمر واخضر، ممكن تستخدموا فلفل اخضر بس. هنقطع بقى الفلفل اللي عندنا مكعبات صغيره كده، واحتاج كمان نص بصلايه، ممكن تستخدموا بصلايه كامله صغيره. هقطع البصلايه برده قطع صغيره. عندي كمان شويه شبت وبقدونس فرمتهم ناعم، وحبه طماطم برده قطعتها مكعبات. ده كده الخضار اللي انا هحتاجه في حشوه السمك. وممكن كمان تضيفوا جزريه مبشوره. في ناس بقى بتحب تاخد الحشوه دي كده وتبهرها كويس وتحطها على السمك كده وهي نيه. انا بحب ادبلها شويه على النار، يعني باخد الخضار ده كده في طاسه بمعلقه زيت زيتون، وبضيف عليه باقي كميه الثوم والتوابل اللي احنا قسمناهم في الاول، وبقلبهم تقليبه على النار يا دوب دقيقه واحده بس. احنا مش عايزينه يستوي، احنا عايزين بس الخضار لمجرد انه يدبل. بضيف لهم كمان معلقه صغيره كده من توابل السمك، ودي كده بتكون حشوه السمك بتاعتي. بطفي بقى النار وبسيبها على جنب تبرد تماما. ودلوقتي بقى هنجهز البطاطس اللي بتكون تحت السمك، واللي حرفيا طعمها بيكون ألذ من السمك نفسه. تبقى كلها كده ليمون وشبت ومتشربه وطعمها يجنن. بحتاج لها بصلايه كده وبقطعها شرايح رفيعه قوي، وحبتين من البطاطس الكبار برضو بقطعهم شرايح رفيعه جدا، يعني تكون اسمك بسيط خالص من الشيبسي. هحتاج كمان حبه طماطم وفلفل اخضر، وهضيف نفس التوابل اللي ضفناها على السمك اللي هي كمون وكزبره، وزودت كمان ملح وفلفل اسود. وهضيف كمان 3 4 معالق كبار كده من زيت الزيتون او اي زيت متوفر عندكم، وعصير ليمون بقى، يعني حطوا عصير ليمون على قد ما تقدروا. هنقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض كده يوصل لها التوابل مع زيت الزيتون مع الليمون، ونسوي الصينيه بتاعتنا كويس، ونحط عليها بقى السمك بتاعنا. طبعا السمك ده قعد له شويه كده محترمين في التتبيله فتشربها كويس، يعني قعد لغايه ما حضرنا الحشوه وظبطنا الخضار. دلوقتي بقى نبدا نحطه على البطاطس ونحط عليه الحشوه بتاعته. ببدا بقى اضيف عليه الحشوه كده واوزعها كويس وافردها على السمك من فوق. عايزه اقول لكم ريحته حتى وهو لسه ني كانت خطيره، وشكله يجنن، يعني بنقول على امتى كده ويستوي ويخرج من الفرن. نيجي بقى للتسويه. السمك عاده بيستوي في فرن درجه حراره عاليه، يعني درجه حراره 200، وبحطه على رف الفرن اللي في النص، والنار بتبقى شغاله من تحت ومن فوق. واهم حاجه بغطي الصينيه بتاعتي كده بورقه زبده واقفل عليها كويس بورقه الومنيوم، ده في حاله ان انا حاطه تحته بطاطس. لو بعمل سنجاري بس من غير بطاطس ولا خضار تحته مش بحتاج ان انا اغطي الصينيه بتاعتي. هناخد بقى الصينيه دي وندخلها على فرن ساخن من قبل على حراره 200. الرف الاوسط هتاخد تقريبا 30 دقيقه. كل حاجه هتلاقوها مستويه كويس قوي. طبعا السمك من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، زائد ان البطاطس متقطعه رفيع فهتستوي بسرعه. بعد بقى ما اتاكد ان كل حاجه استوت، السمك والخضار وكل حاجه بقت تمام، برفع بقى الغطا وبشغل عليها الشوايه، يعني تقريبا 5 أو 7 دقايق كده لغايه ما ياخد لون حلو من فوق. تعملوا بقى جنبه سلطه خضراء، سلطه طحينه، رز صياديه او رز اصفر زي ما تحبوا. انا قدمت معاه رز صياديه وسلطه خضراء، لو حبيتوا طريقه الرز هنزله فيديو لوحده. انا مش قادره اوصف لكم بقى طعم السمك كان يجنن ازاي، ودايب ومستوي كويس قوي. ده غير بقى البطاطس اللي انا حرفيا بعمل الوصفه دي مخصوص عشانها، بتبقى دايبه كده ومتشربه وكلها ليمون، وطعمها مزز وواخده كده من الطعم، وبجد طعمها بيبقى رهيب. الطريقه دي طبعا تقدروا تعملوها باي نوع سمك، بوري او بلطي، كنعد او هامور او سيباس، اي سمكه مفضله بالنسبه لكم. شوفوا بقى السمك ازاي دايب ومستوي كويس جدا، وتتبيلته خطيره مع البطاطس دي، طعمها في حته تانية. بجد لازم تجربوها بالطريقه دي، هتاكلوا اطعم والذ صينيه سمك. وبس كده خلصت معانا وصفه النهارده. بتمنى تكون عجبتكم الوصفه، ومتنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم.